وهسمع اللواء عبد الموجود لطفي مدير امن الاسكندريه. سياده اللواء اهلا بيك. سياده اللواء. الو. سياده اللواء. الو. سياده اللواء اهلا بيك. اهلا بيك يا قلبي، صوتك بعيد جدا. حضرتك سامعني كده؟ حاول اعلي صوتك. تمام، عمر يا قلبي تحت امرك. سياده اللواء، هل تستخدمون الصبيه كما قال الناشط السياسي استاذ محمد سعد معي وهو معي على الهاتف؟ هل تستخدمون الصبيه للهجوم على الشرطه حتى تقدموا لانفسكم مبررات للاعتداء على المتظاهرين؟ هنتكلم باسلوب علمي وفي نطاق قانوني تحت امرك. اتفضل. اللي بيتهم هذا الاتهام ده راجل بيلفق لجهاز الشرطه. كيف نستخدم الصبيه؟ انا اسالك سؤال يا استاذ وائل، هم الصبيه اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول لهم اهليه سياسيه؟ من حقه يقف في مظاهره؟ من حقه يدلي بصوته؟ شوف مين اللي بيأجر الصبيه يا بيه؟ صاحب المصلحه عشان يهدم الدوله. شوف مين يا بيه اللي بيضرب الضباط بالخرطوش. انت المفروض يا البيت يقوم بدور وطني. نتكلم الحقيقه بقى لمصلحه بلدنا ونحلل الامور تحليل علمي. الصبيه اللي بتتكلم عنهم سيادتك دول ليس لهم اهليه قانونيه اصلا في الناحيه السياسيه، ماليش صوت. المفروض اولياء امورهم يا بيه فعل قانون الطفل. دول عدم رعايه الحدث دي جريمه لولي الامر. ما بتقبضش عليهم ليه يا سياده اللواء؟ الشرطه اللي بتستخدم الشرطه جهاز وطني اقوى وطنيه من اي حد على ارض مصر يا بيه. بننفع للشرطه دلوقتي. طب ما بتقبضش ليه على الصبيه دول الذين يا بيه وبتيجي تهاجمونا تاني يوم الصبح يقول لك بيظبطوا الاطفال. اطفال الشوارع دول يا بيه اللي بيستخدموهم بعض الناس اللي مش كويسه اللي بتحارب الدوله. طب ما تقولوا لنا على من يستخدمهم يا سياده اللواء؟ يعني معقول يبقى عندي دوله وتستطيع ان تلقي القبض عليهم وتقدمهم للنيابه والنيابه تتوصل لاسماء من يستخدمونه، وحتى الان نسمع عن مؤامرات واستخدام صبيه ومفيش حد بيقول لنا اسم واحد من الذين يستخدمونهم يعني. سياده اللواء. النيابه محكومه بقانون. المسؤول عن الطفل ده ابوه. المسؤول عن الحدث اللي ملوش اهليه قانونيه. وارجو ان يكون لك مستشار قانوني، لان في مغالطات كتير يا استاذ وائل من القنوات الفضائيه والمفروض يعاقبوا عليهم قانونا. انا هقول لسيادتك على حاجه انت شخصيا بعد اذن حضرتك. اتفضل. انت عملت مداخله مع اللواء ناصر العبد من حوالي 5 ايام وبتقول له ايه يعني لما يضربوا طوب على القوات؟ ازاي يا بيه؟ القانون بيقول ضرب الطوب ده ظرف مشدد لان استعمالها ممكن تقلق عين الضابط. وحصل العميد توفيق يا بيه موجود في المستشفى بتاع الامن المركزي مضروب في خرطوش، والعساكر مضروبه في خرطوش النهارده. لابد من تقديم من يستخدموا الشرطه للمحاكمه الجنائيه. الناس دي بتدي غطاء سياسي عشان ترتكب جرائم. طب والامر المشدد ده اتعامل معاه ازاي يا سياده اللواء؟ بتتعاملوا معاه ازاي؟ اتعامل معاه تحبس ابوه، يغلظ القانون على ابوه ولي الامر يا بيه، وده موجود في القانون. المسؤوليه مش مسؤوليه الحدث. سيادتك هات طعم كده مستشارين لا بس مسؤوليه الدوله ان تتوصل. الكلام ده على باقي القنوات الفضائيه اللي قاعده تحارب في الشرطه وبتحارب في مصر. لا يعني سياده اللواء سياده اللواء بس يعني مصلحه واللي بيحاول يهدم جهاز الشرطه. المواطنين واقفين معانا يا بيه بيحموا الاسم معانا. يا سياده اللواء لا مليون جنيه و2 مليون جنيه ويهيجوا الدنيا على الشرطه. يا سياده اللواء لا الاعلام اللي حضرتك بتتهم هو اللي سحل المواطن وقلعه هدومه واعتدى عليه كما شاهدنا، ولا الاعلام هو اللي اعتدى على الناس بالرصاص يعني. وظباط الامن المركزي نفسهم زعلوا وانا زعلت وجميع القوات. احنا المواطن على راسنا يا وائل بيه. اي مواطن، وانت زي ما بقول في اعلام مش كويس، في اعلام كويس جدا محترم بدون شك. انا ما بشككش في الاعلام كله يا وائل بيه. التعميم ده هو اللي بيغرق بلدنا، والتعميم ده غير قانوني، والتعميم ده غير علمي اساسا. طيب سياده اللواء يعني خلينا اعود تاني بس